انا كسرت حدود الواقع. لو ما تعرفنيش واول مره تشوفني، انا عمر خالد وبقدم محتوى تقني تحت مسمى جليتشاوي. انا كسرت حدود الواقع. بس كسرت حدود الواقع في ايه؟ الموضوع بدأ لما شويه من الجليتشاويه اخواتنا سألوني سؤال بنفس النص ونفس الطريقه: مواصفات جهازك ايه؟ وانا بصراحه فضلت متحفظ على الاجابه دي، لان حرفيا الاجابه هتصدم كل اللي هيسمعوها. وده مش عشان ان مواصفات جهازي خارقه جدا وانا شاري جهاز بالاف الدولارات وبنعمل عليه مونتاج 1080، بل لان بل بل ما بل ما ستسمعه الآن حرفيا لن يخطر على بال بشر ولن تصدقه أي أذن. ولو فاكرني ببالغ فتعالى أقول لك مواصفات جهازي المتواضع اللي هتصدمك حرفيا. البروسيسور من انتل وهو الكورت ديو اي 4500، والرامات 3 جيجا DDR2، والمذر بورد هي الانتل كيو 33، وبقية المواصفات موضحة قدامك على الشاشة. وأهم حاجة وهي إن الجهاز ده مفهوش كارت شاشة خارجي. فهيجي دلوقتي واحد وهيقول لي وبصراحة أنا عذرك، لأنه من غير المنطقي جهاز عمره 20 سنة يشغل حاجات زي دي أساسا. وبعدين ثانية، هو أنت مشغل إيه أصلا على الجهاز؟ باختصار شديد أنا مشغل ويندوز 11 21H2 وبرامج أدوبي 2023: بريمير، أنيميت، ميديا انكودر، أوديشن، أفتر إفكت 2020، إلستريتور، لايت روم كلاسيك، وفوتوشوب 2020. هتيجي مرة تانية وتقول لي بصراحة أنا عذرك، لأن أنت لو متابع المنشورات اللي إحنا بننزلها على أغلب حساباتنا فحرفيا ده منظر التايم لاين بتاعي. اللي هو صباح الفل، أنت بتقول إيه؟ بص، اللي أنا هقوله لك دلوقتي ده حطه حلقة في ودنك. طول ما ربنا سبحانه وتعالى متدخل تدخل تام في أمورك، أنا بقول لك أهو خدها ضمان، أنت هتكتسح الدنيا أيا كانت إمكانياتك إيه. أنت لو دخلت على قسم الشورتس وبتتفرج على الريلز اللي فيه، أنا حابب أقول لك أنت هتشوف مونتاج لا يقل عن مونتاج بعض الناس اللي بتقدم محتوى على النت دلوقتي. فاللي هو أصلا حتى لو مونتاج خفيف جهاز زي ده إنه يستحمل حاجة زي كده، فاحنا ما نقدرش نقول غير ان ده يا باشا تدخل الهي. دي حاجه مش بايدي ولا حتى شطاره مني. طب ايه انواع المشاكل اللي واجهتك يا عم عمر، عشان لو حبينا ان احنا نكسب حدود الواقع شبهك كده نبقى عارفين احنا مقبلين على ايه؟ بص يا صديقي، باختصار شديد، لو جهازك قديم وضعيف ففعليا انت اكتر مشكله هتواجهك مع برامج ادوبي هي الادوبي IPC بروكر. حاجة يكفيك الشر بصراحة. غير بقى عدم دعم بعض البرامج، مشاكل في الدرايفرات، غير ان فعليا انت هتبقى كاره نفسك بسبب البطء الغير طبيعي في الجهاز. غير كده انت في برامج كتير جدا مش تقدر انك تثبتها، وعشان كده انا واقف عند فوتوشوب وافتر افكت 2020 بسبب الهاردوير الضعيف وعدم وجود الاس اس اي 4.2، واللي منعني ان انا اعمل ترقيه الويندوز 11 من ال 21H2 لل 24H2. غير اني ما عنديش كارت شاشه خارجي عشان حتى اشتغل على ال 22H2 او ال 23H2، عشان طبعا شويه الانيميشنز والتطورات اللي حاصله في الويندوز اكسبلورر اللي بتمنعني ان اقدر استخدم النظام من غير مشاكل. وان شاء الله ليكوا عندي فيديو هصوره وهوريكوا ازاي بمنتج فيديو كامل على الجهاز الجامد جدا ده المسمى بحمال الاسيه. فحرفيا انت لو عندك جهاز قديم فيا صاحبي العيب مش في الجهاز، العيب فيك انت، لان انت ما فكرتش حتى انك تبدا. وانا بقول لك جرب، والله التجربه نفعت يا باشا دوس ويا الدنيا زي الفل. طب ما نفعتش او على الاقل انت خدت شرف المحاوله. وانا بقول لك اعمل اشتراك من دلوقتي، لان ان شاء الله في فيديو قريب هنغوص من خلاله في اعماق تاريخ التكنولوجيا. فلايكك شيرك سبسكرايب اكتب زر جرسك وي جيو.